شيء عجيب ومهم، وأنت عابد لله حينما تسد الدين بما تنتج بعملك وعرق جبينك. أما حينما تسد الدين بدين فقد وقعت في الدين الضلع، وهذا صعب سدوه. كيولي يعني طبيعة حياة الإنسان هكذا كديمة، يعيش حياته كلها ديون تغرقه حتى يصير من الغارمين. وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، لأن الإنسان إذا غلبه الدين فقد غلبه الناس بعد ذلك. هذا الأمر قلت مرجعه إذن هذه الثقافة الاستهلاكية غير متوازنة. وليس عبثا، ليس عبثا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي على الذي مات وعليه دين. جاء واحد الصحابي يدفن في المقبرة فسأل عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا به بهذه الجنازة، قال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا. فصلى عليه. وجيء بجنازة أخرى فقال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، وقد كان عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. وتأخر عنه عليه الصلاة والسلام ورفض أن يصلي عليه، حتى تقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دينه علي. فقال: الآن. وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حكم تربوي قاسي جدا، نعم، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يقضي نهائيا على هذا الخلق المتهاون الذي يجعل الناس يستدينون من أجل لا شيء. راجع الملفات ديال السلفات ديالك، يعني أي سلف منها فعلا كنت في حقيقة الأمر في حاجة اجتماعية أو تجارية أو ما شابه ذلك إليه، ولا يمكنك إلا أن تصنعه. ستجد هذه حياتنا، نجد أن كثيرا من الديون فقط تغيير التلفزيون بتلفزيون جديد، تغيير الصالون بصالون جديد، تغيير من أجل التغيير، رغم أن الوظيفة التي يؤديها القديم هي عين الوظيفة التي يؤديها الجديد. وقد سبق كلامنا أنه نعم، إذا تجوزت الوظائف ونتجت حاجات جديدة فلك أن تصير إلى الحاجات الجديدة ما دامت هذه الحاجات مشروعة. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث السابق الذي ذكرناه في صحيح البخاري، وصح عنه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي وابن ماجه والطبراني وغيرهم في حديث صحيح مسند إليه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة، لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. ما عندكش الحق. هذا كلام يعني حقيقة، هو يعني فيه نوع من المجاز، لكنه يفضي إلى حقيقة. ما عندكش الحق تموت وعليك الديون، ما عندكش الحق. بمعنى أنه ينبغي أن تنهج سياسة اقتصادية اجتماعية في حياتك حتى تموت بلا دين. يعني هذا المعنى هو يشبه إلى حد بعيد يعني وصية يعقوب لبنيه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تموت إلا وأنت قد قضيت حاجات الناس وحقوق الناس، لا يتبعك أحد بمسألته يوم القيامة. إذ استطعنا أن نصل إلى هذا الخلق فإننا بإذن الله جل وعلا سنتعامل مع جميع الطاقات، مع البيئة كلها، الماء والهواء والشمس والنبات والشجر وكل شيء، سنتعامل بخلق المسلم المؤاخي لذلك الشيء. الماء غيولي خوك، سيصبح الماء آخا لك كما الشجر كما النبات، لا تستطيع أن تؤذيه، لا تستطيع أن تدمره، بل سيصير لك عليه من الشفقة والرأفة ما يكون للأم على ولدها. أقول هذه الثقافة وهذا العلاج الحقيقي الناجع لمثل هذا الخلق الذي يأسى ويأسف عليه المدبرون للماء والمدبرون لكل أمور الحياة التي حولنا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المبذرين المسرفين، ونعوذ بك أن نكون من أهل البخل والسحت، ونعوذ بك أن نكون من أهل الشح. اللهم إنا نعوذ بك من الصرف، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أدخلنا في رحمتك برحمتك مع أنبيائك وأوليائك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مامول، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، نسألك يا مولانا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أسرارها وأنوارها أن تجعلنا في حفظك وفي رعايتك وفي أمانك وجوارك يا من يجير ولا يجار عليه. سبحانك رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، نسألك الحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا، ونسألك السداد والرشاد في القول والفعل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اقض دين المدينين برحمتك، اللهم اقض دين المدينين بفضلك ورحمتك، اللهم اقض دين المدينين بفضلك ورحمتك. اللهم يا رب اكشف الغمة عن كل مكروب وداوي كل مجروح وشافي كل مريض وسقيم وعليل يا كافي يا شافي سبحانك. نسألك العفو والعافية في ديننا وفي أبداننا وفي دنيانا وفي أخرانا، في أموالنا وأبنائنا وأهلينا أجمعين. اللهم واحفظ ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم احفظه كما تحفظ به أولياءك وأهلك أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظه اللهم من بين يديه ومن خلفه، واجعل له سلطانا من لدنك نصيرا، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات تسجيلات الوصال، هاتف رقم 064 13 70 56، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.